جت عليه الحرمة. السلام عليكم يا فلان. قال حياش. قالت أنا عندي شنطة هنا من عهد المرحوم الله يرحمه، ودي تجي تشوفها، تونا حصلنا وحصلنا فيها أوراق وما أدري بها شيء ولا ما بها. قال طيب. جاء فتح الشنطة ذي، قاعد يدور يدور يدور، حصل صك أرض. شاف الصك ذا، عدل بدل، مسك الصك هذا وقال يوم فلان حصلت صك أرض. قالت كيف؟ قال اي والله. قالت بالله بعها، شوف ممكن نشتري لنا شقة ولا نطلع من اللي احنا فيها الآن. قال ابتدي. خذ الصك هذا وتوجه المكتب عقاري. يوم وصل المكتب العقاري حصل مصري، فجلس يسولف المصري اخبارك يا عامل ايه؟ قال هذه صك ارض لاخوي، والله ما ادري وين الارض هذه ولا ادري، ابغاك تشوف لي اياها وكيف تسعيرتها وكيف موقعها. باقي 15 يوم على المهله المعطاه. ناظر المصري في الصك ذا وجلس يقلب المصري اوراق ويفتح ملفات ويدور كذا ويبحث مدري كذا. ناظر زي كذا، ناظر في الرجل. قال انت صاحب؟ قال هذه لاخوي. قال ايش؟ قال ايش فيك؟ قال الارض هذه ناشبه التجار في مشروع لهم خاص، يدورون صاحبها يبغون يشترونها منه، وموقعها الجغرافي يعطيها السهم من 33 مليون الى 35 36 مليون راح تبيعها وانت تروحها. قال كيف؟ قال والله زي ما اقول لك يا باشا. قال بيعها ب 36 مليون ولك 500,000. المصري قال ايش؟ قال لك 500,000. رجع الرجال الى الحرمه وقال يا بنت فلان الارض مساحتها كبيره والسهم اللي واقف عليها من 33 مليون إلى 36 مليون. قالت كيف؟ قال لي والله مثل ما أقول لك، وتراني كلمت المصري قلت له إذا باعها ب 36 مليون له 500,000. قالت اسمع. قال لبيه. قالت له عطني 30 مليون وما زاد على 30 مليون لك. قال كيف؟ قالت مثل ما قلت لك، الآن المهلة جدا قصيرة عشان يسدد الرجال. راح الرجل أصدر لها صك إلكتروني، خلص إجراءاتها كاملة، كل شوي هو يتواصل مع المصري، ها يا برنس ها يا برنس. البرنس فعلا كان برنس وباعها ب 36 مليون. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. أعطى المصري 500,000. المصري طق خروج نهائي وطلع المصري وعاش. راح عند المرة هذه وقال لها هذه 35 مليون و500,000. قالت هذه 5 مليون و500 وهذه نص مليون عليها.